عملت البيتي فور اهوت، وحاولت اشكل بقى قدر استطاعتي بقى. كنت خلاص هيست الصبحيه، خلاص مش قادره اعمل اي حاجه تاني. كل سنه وانتم طيبين. بص بقى التشكيله اللي عملتها اهيت. كيك بالشوكولاته اهوت عملته برضو، اللي بيحب الشوكولاته، شوكولاته بيضه او شوكولاته كده او فورمارسيه كده اهوت. عملت برضو تشكيله كده اهوت، هرصها في الاطباق. وده حمرته شويه، وفي ناس عندنا بيحبوه محمر شويه وفي بيحبوه الفاتح، فانا عملت كده وكده وخلاص بقى. هما مش عايزين عليه شوكولاتات كتيره ولا حاجه، فسبتها لهم كده. ولسه كمان في كميه لسه اهوت هجيبها برضو اوريها لكم. شوفوا من 600 جرام طلعنا كميه قد ايه. شوف كنا هنجيب الكيلو ب 160 ولا ب 200 وبيقولوا ب 300 جنيه، فاحنا عملناه باقل التكاليف في البيت وبحاجات بسيطه. ان شاء الله يا رب يعجبكم. هرص لكم في الطبق واوري لكم. وادي شكل الطبق يا حبايبي اهو. نعمل ارصه على بعض اهوت بعد ما نشف خلاص. بصوا شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. زواقك ده على حسب ما انت عايزه. انا عملت بقى على قدر استطاعتي. انا كنت ما نمتش من امبارح اساسا، ليله العيد، من الصلاه للتراويح للكلام ده كله، اللي بتاع ده لصلاه العيد. بقول صلاه التراويح. فطبعا مع بقى تظبيط الحاجات كتير في البيت، فده كله خد وقت. مع بقى عملت الغريبه امبارح برضو. عملت ايه ليله العيد برضو الغريبه، وعملت اللي هو البيتي فور، عشان برضو يبقى كده ايه، عملنا حاجه العيد كلها بفضل الله طبعا. فطالع جميل والله، والله طالع مقرمش، والطعم خطير خطير. ان شاء الله تجربوه، مش هقول لكم على حلاوته وعلى طعمته. الكميه اهي كلها. شوف الواحد بقى هيشتري ده من محلات بقى بسعر كام، والحاجات مضمونه ونظيفه وجميله وانت عاملاها بايدك. بسم الله ما شاء الله. شوف الاشكال جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله. والطعم مش الشكل بس، الشكل والطعم، شكله رائع. ان شاء الله تعمليه ويعجب ولادك وتفرحيهم بيه، بدل ما تجيب من حاجه من بره. لا بقى اقل التكاليف ان شاء الله تعمليه ببيتك. وطالع كميه حلوه قوي اهو. اه يا حبايبي، بصي الجمال، بسم الله ما شاء الله اهو. وغير بقى الحبه دول بقى اللي سبتهم خالص كمان، مش كانش عايزين شوكولاته كمان عليه، هم عايزينه ساده، وهحمره لنا شويه فحمرته لهم. وادي ايه الكميه اللي طلعت اهي كلها، بسم الله ما شاء الله. شوفي الطبق ده تجيبيه بكام وفيه قد ايه. ان شاء الله يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، ويعجبكم طريقتنا بعمل البيتي فور، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لنا ايه رايكم. بحبكم في الله. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا ما ينساش يعمل لنا لايك واشتراك في القناه. في برضو حبه لسه كمان هم، بس لسه ايه، لسه بتاع ده طري الشوكولاته عليهم، فسايباهم في ايه، سايباهم لحد بس ما الشوكولاته بتاعتهم ايه اتجمد شويه. فكميه حلوه قوي والله من 600 جرام. فان شاء الله تجربوه وتعملوها. واللي وصل معنا ما ينساش يعملوا لايك واشتراك في القناة فضلا لأمرا. وطبعا يا ريت تدعمونا. ان شاء الله انتوا أسرتنا الكبيرة، عايزين نكبر بيكم. وان شاء الله اشوفكم على خير يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين تاني. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله يا حبايبي. حبيت أصبح بقى عليكم الصبحية، أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم. دي النهاردة الحاجات اللي احنا عملناها لكم من نواعم رمضان. وده النهاردة كل سنة وانتم طيبين بقى، النهاردة فاطرين. أدا البوتي فور بتاعنا اللي احنا عملناه، طالع جميل جدا وخطير وناعم وهش ورائع. طعم مش هقول لكم عليه، وجربوه شوفوه. ودي الغريبة اللي عملناها برضو اهيت. وآدا الكحك بتاعنا والبسكويت، حاطه اللي هو بسكر واللي من غير سكر. ان شاء الله تعجبكم طريقتنا. وده فطارنا بقى النهارده اول يوم رمضان، اول يوم العيد. إيه، البلح والسوداني، عادة المصريين، لب، الترمس، اللي هو حمص الشام، شوية مكسرات. ادي حاجتنا الصبحية هي. كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم يا رب على أمة محمد أجمعين. إن شاء الله يا حبايبي نشوفكم في سعادة وفي هنا، ودايما يا رب كده إن شاء الله متجمعين في طاعة الله عز وجل.
وان شاء الله يا حبايبي انتوا ايه اسرتنا الكبيره، ما تنسونوش تدعمونا، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. بحبكم في الله، وعيد مبارك عليكم، واشوفكم ان شاء الله يا حبايبي على خير. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واوريكم بقى الايه النواعم بتاعتنا الجميله. ان شاء الله تجربوها وتعملوها، وان شاء الله تقولوا لنا تعليقاتكم وتقولوا لنا ايه رايكم. ده كانت حاجتنا بقى الصبحيه مع كوبايه شاي بحليب، بقى لسه ما عملتش شاي بحليب. هنفطر، واشوفكم على خير، وعيد مبارك تاني عليكم. وربنا ان شاء الله يسعد ايامكم يا رب، ويعود علينا رمضان اعوام واعوام ان شاء الله في طاعه الله عز وجل. بحبكم في الله، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.